لو انت قررت انك عمرك ما هتقص ضوافرك ابدا. طبعا انت بتكون فاكر ان هي يا دوب هتوصل لنص متر بس وتقف، ولكن الحقيقه ان الانسان ضوافره بتطول بمعدل نص سنتي شهريا، وده معناه ان انت لو عشت لحد ما بقى سنك 80 سنه وما قصيتش ضوافرك ولا مره، ضوافرك هتصل لحوالي 3 متر لكل صباع. ولو انت جيت تجمع كل الضوافر بتاعتك طولها هيوصل لحوالي 60 متر. لو جيت تبص على جمجمه الانسان هتلاقي فيها شروخ صغيره، لكن السبب بتاعها انت لما بتكون لسه جنين في بطن امك جمجمتك مش بتكون مكتمله النمو، بالعكس بيكون فيها فتحات من فوق وبيتكون زي غشاء رقيق بيربط الدماغ ببعضها ويحمي المخ، ولكنها بتفضل مفتوحه لحد وقت الولاده عشان تعرف تزفلط وانت نازل بسهوله. ومع مرور الوقت وتقدمك في العمر الشروخ والفتحات دي بتبتدي انها تقفل على بعضها لحد ما تتكون الجمجمه بالشكل الكامل. لما انت تتوفى الحشرات بتيجي بسرعه وبتضع البيوض على جثتك. البيوض دي بعد شويه هتبتدي انها تفقس ويطلع منها يرقات بتتغذى على جثتك المتحلله، وبعدين بتبدا انها تمر بمراحل نمو ثابته. لما هيجي اطباء الطب الشرعي ويبصوا على الجثه وهيشوفوا الحشرات اللي لسه موجوده هيقدروا ان هم يحددوا تاريخ الوفاه بمجرد ان هم يدرسوا الحشرات وهي موجوده في انهي مرحله نمو دلوقتي. لو انت ربنا سخطك وبقيت بحجم فار ووقعت في الفخ بتاع الغرة اللي هم بيحطوا له الفيران، انا عايزك اول حاجه تعملها انك تهدى وما يحصلكش حاله بانيك، لان كل ما تتحرك اكتر في الفخ بتاع الغرة جسمك هيلزق اكتر. طبعا طبق الكلام ده على اي حاجه تانية مشابهه. اول حاجه انا عايزك تعملها انك تحاول توصل لاي حاجه فيها زيت او ماده مثلا زي الجاز او البنزين وتبتدي ان انت تكبها، ده هيقلل المفعول بتاع الغرة وتقدر بعدها انك تهرب منه. طيب لو مفيش حاجه حواليك بالمنظر ده هتجرب انك تستعمل اللعاب بتاع بقك عشان تفك الاماكن المهمه زي ايديك ورجليك، وبعدها توصل للحافه وتطلع بسرعه عشان ما تلزقش تاني في الغرة.